الدنيا كالسماء، وهنا مغزى المقال. الدنيا كالسماء، تراها صافية، وتارة يعتريها الغيم، ولكن لا تنبت الأرض حتى تتعكر السماء بالغيم ويسقط المطر. فإذا تعكر اليوم وأصابك به الحزن رغم أنفك، فاعلم أن المطر آت لا محالة، فبإذن الله لن تحزن. الدنيا ليست للخلود، والنقص فيها مكتوب، وكل يدعي الكمال، ولو كمل بشر لما ماتوا. الدنيا ليست لنا، ألا ترى أنها العدو الأعظم؟ ترمينا بالأوجاع والأسقام والآفات وفقدان الأحبة والأحزان ونتعلق بها. سأهدي لك وصفة سحرية لي ولك بإذن الله حتى لا تحزن ولا أحزن. لا تجعل للدنيا قيمة. ألا ترى أن كل شيء نجعل له قيمة نحزن عليه؟ من منا وقع في الحزن على عود كبريت فقده؟ من منا حزن على درهم ضاع منه؟ ما ليس له قيمة في القلب لا يحزن عليه القلب. إن الحزن يعترينا بسبب اهتمامنا بأشياء فانية، بسبب تعلقنا نحصر السعادة بكل شيء. لهذا حتى لا تحزن لا تجعل لشيء من أمور الدنيا لها قيمة. نحن للأسف وأنا معكم نحزن ويصيبنا الحزن على فقدان متاع الدنيا أكثر من فقدان الحسنات. إن العدو لا يطمع بأرضك إلا إذا رأى فيها منفعة، والشيطان لا يطمع بقلبك إلا إذا رأى فيه منفعة لآخرتك. الشيطان والدنيا لا يطمعان بالقلب الخرب، بل يتسلطان على القلب العامر بأمور الآخرة. من كانت همته الآخرة لا يحزن على شيء من الدنيا. لهذا لا تحزن ولو خالفك أهل الأرض. نوح عليه السلام رفض ابنه الركوب معه، ولوط عليه السلام زوجته رفضت دعوته. فربما يعاديك أقرب الناس إليك، فلا تبالغ بحبك لأحد، فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات. أعظم ما يخذلك في الدنيا هو الدنيا. كم من رجل تعلق بماله فهلك بسببه، وآخر تعلق بملكه فانقلب ضده، وآخر تعلق بابنه فابتلي بعقوقه. الدنيا هكذا. فحتى لا تحزن انظر أمامك، لا تلتفت على جانبي الطريق. اجعل لك هدفا، أريد الجنة. واعلم، وهنا احفظها مني لي ولك، واعلم أن أكثر الناس نجاحا هو الأصم، لأنه لا يستمع لنقد البشر. فلا تحزن، فرزقك لن يسرق منك، وعمرك لن يقدر عليه أحد. وتذكر واحفظ مني ثلاثة: في الدنيا لا سلام من الناس، ولا راحة في الدنيا، ولا نجاة من الموت. لهذا لا تحزن.